التزام رئيس الحكومة المعين السيد مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلة محدودة العدد من خارج الحكومة الحالية وغير معنية بالانتخابات القادمة، تبادر فورا بمراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بما يحمل القدرة الشرائية لإيقاف الحال ويرفع العراقيل أمام مؤسساتنا ويعزز قدرات اقتصادنا الوطني، ويلتزم بتحقيق الأهداف التالية من أجل تأمين المرحلة الانتقالية الجديدة، وذلك بمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن، اتخاذ إجراءات للإنقاذ الاقتصادي والمالي والحد من تدهور القدرة الشرائية وتحسين الوضع الاجتماعي، مراجعة التعيينات الحزبية في مؤسسات الدولة، حل ما يسمى برابطات حماية الثورة، تحييد المساجد سياسيا وحزبيا، الكشف عن كامل الحقيقة فيما يتعلق بملف الاغتيالات السياسية. ثالثا، يجدد التزامه بخارطة الطريق ويدعو إلى تنفيذ جميع بنودها واحترام جدولها الزمني والالتزام بالتوافقات المسجلة، ويدعو الرباعي الراعي للحوار الوطني للسهر على ذلك واستعداد حركة نداء تونس لمواصلة الحوار بعد التشاور مع الرباعي لضمان شروط نجاحه. شكرا. اليوم كيفاش لقيت الورقة اللي لقيت خريطة الطريق ولا حكيت من عندك؟ والله ما حضرتش. حضرتك تعملها ما ورقة أساسا. مرة جاية نعملها مفتوحة. ما تعرفش تقولوا جاوب. موقفك من جبهة الإنقاذ رممت التصدع اللي صار فيها؟ نعم؟ جبهة الإنقاذ رممت التصدع اللي صار فيها؟ لا ما نستصدع. سؤال بغير محل. تأمل في الجبهة شكون مش يرجع للحوار؟ الجمهوري ماهوش يرجع للحوار مثلا. الجمهور حر يشارك. اي لكن في الجبهة علاش بيه؟ إذا ما رجعش ما رجعش. إذا تصدع في الجبهة ثم اختلاف.